أبي العزيز، كنت أكذب عليك، وكنت قضيت سنواتي في الجامعة بعيدا كل البعد عن الدراسة. شلون يعني؟ وكنت أصرف كل النقود التي ترسلها إلي في الملاهي الليلية برفقة صديق علمني ما كنت أجهله، فأصبحت مدمن في السهر ومرافقة الراقصات. أبو طلال، من ابني مقلاد هذه الرسالة؟ نعم يا سيدي، من ابنك للأسف. ولم أعد قادرا على الإنفاق على خليلاتي ودراستي، مما دفعني إلى اللعب بالقمار بغية استجرار المال. يا باري، عم يلعب بالقمار؟ مش مصدق يا عيلة، مش مصدق يا ناس. ولكني أرجو أن تغفر لي يا والدي، لم أنجح في القمار، فصرت أستدين من الناس، ولسداد هذا الدين اضطررت ولعنة الله على الشيطان الرجيم أن أسرق عن طريق انضمامي لعصابة صغيرة. بخيلك يا قلبي، مقلاد حرامي. واضطر القضاء لأن يدخلني السجن، ولكن الراقصة التي كنت قد تزوجتها دفعت الكفالة وأخرجتني. مقلاد تزوج رقاصة؟ يا فضيحتك يا مقلاد، يا فضيحتك يا ابو مقلاد. إنني الآن أعيش مع الراقصة عتاب التي تزوجتها وهي في شهرها الثالث من الحمل. يا ويل قلبي منك، يا حب قلبي عليك. كمل تشوف يا ابو طلال، كمل تشوف هالمخزوم لوين وصل. كمل. كاتب هون بسفل الصفحة، اقلب الصفحة من فضلك. اقلبها، العنها، اقرا، خلصني تشوف ابو طلال. أرجو أن تسامحني يا أبي، أقبل يديك، أرجوك لا تدعو علي، فما أنا إلا بشر، لذلك أعلمك بالتالي يا أبي الحبيب. حبوا برص يخلع رقبته الخل. أعلمك بأن كل ما قلته لك في رسالتي هذه وهم وكذب وخداع. الحقيقة هي أنني والله على ما أقول شهيد، رسبت في مادة التخرج، كيف ولماذا وما السبب والله لست أدري. دمت يا أبي وأمي بألف خير، فأنا لا أزال ابنكم المطيع البار، ابنكم مقلاد. وخليه يرسم خليه يرسم يا ابو طلال. شو إله السنة الجاية بينجح، خليه يرسم يا ام مقلاد. مادة واحدة مش مشكلة.